أهم حاجة لما تيجي تشتري أي وحدة، في نقط لازم تبص فيها على العقد بتاعك. الوحدة بتاعتك سعرها كام، مكانها فين، حدود الوحدة بتاعتك ايه، وهتستلم ايه من الشركة. تاني حاجة، تتأكد في الوحدة بتاعتك من الآتي: معظم الشركات تطوير العقاري بتكتب انك هتقعد ملتزم بجدول السداد بدون وقت للتسليم، بمعنى ان حضرتك بيحدد لك ميعاد معين للتسليم. لو الشركة خلفته لأي سبب كان يبقى ليك غرامة تأخير. بالنسبة عندنا في الشركة احنا شايلين الكلام ده للناس او مأمنينهم بشكل واضح. فانا بقول له انا ليك حضرتك ميعاد تسليم من اليوم ده، انا لو ما سلمتش حضرتك انا بحط على نفسي التزامين. الالتزام الاولاني ان انا بحط على نفسي غرامة تأخير هسلمها لحضرتك نظير الظرف الطارئ اللي حصل لي واخرني في التسليم. الحاجة التانية ان انا ما بحصلش من حضرتك اي مبلغ تاني من تاريخ التسليم الفعلي، بلس ان هديلك غرامة تأخير عن الكلام ده. فالنقطة دي مهم نتأكد منها ان هي موجودة في حقك او في عقدك، لان ده حق ليك لازم الشركة تضمن لك بيه حقك، وإلا هتلاقي نفسك بتدفع وممكن تدفع لغاية 100% من كامل ثمن وحدتك في وحدة ما اتبنتش نتيجة إن الشركة دي مش ملتزمة أو نتيجة إن في ظرف طارئ حصل. لكن الشركة هتفضل تحصل منك الفلوس ما دام مفيش حاجة موجودة في عقدك تقول إنك توقف تحصيل الأقساط لحد ما تستلم.